بدايه مينديز بقى كوكيل لعيبه فعلا بدات منين؟ هو كان عنده برضه كلوب صغنون كده في البرتغال في مدينه كامينيا، وساعتها قابل حارس شاب عنده 22 سنه بيلعب في نادي فيتوريا جيماريش. الحارس ده كان اسمه نونو اسبيريتو سانتوس، الحارس اللي هيتعرف بعد كده ان هو لعب في نادي بورتو وبقى شبيه كابتن مختار وهيبقى من اهم مدربين الدوري الانجليزي. الحقيقه ان نونو سانتوس كان حلمه ان هو يروح نادي بورتو، ودي كانت حاجه مستحيله تماما بسبب العداوه اللي بين فيتوريا جيماريش وبين نادي بورتو. هنعرفها بعد كده في التاريخ باسم الكوبري، وهو انه خلى نونو اللي كان حلمه كبير قوي ان هو يروح نادي بورتو يطلع اعاره لاسبانيا بسبب علاقات مينديز هناك، وفعلا طلع اعاره لديبورتيفو لا كورونيا ورجع تاني بورتو، لان الصفقه ما بين الناديين فيتوريا جيماريش وبورتو كانت مستحيل انها تحصل بشكل مباشر. ومن اهم الصفقات اللي جت بعد كده انه نقل كوستينيا من احد النوادي المغموره في البرتغال وداه موناكو. لكن الضربه الاكبر اللي خلت مينديز وكيل عنده علاقات كمان وصل لانجلترا، قلنا الدوري الانجليزي اللي بقى فيه خلاص نظام جديد ورابطه انديه